صارت مشاكل أنا وزوجي، فانفصلنا على أثرها. صار لي سنتين منفصلة، جيت مسافرة ورجعت. بس رجعت صادفت هذا الشخص بالشارع، وصارت بيناتنا علاقة. تعلقت بيه كلش. هو صور لي إنه الدنيا جنة. قال لي أنا أحبك وأريدك وما أعرف شنو. فصارت بيناتنا أمور، يعني وصلت يعني مثلا إنه ننام سوا ونطلع سوا وناكل سوا. فآخر مرة زوجنا متعة. أنا ما مقتنعة بالسالفة، بس أنا مجبورة، أنا أحبه يعني، تعلقت بيه كلش. تزوجنا متعة. بعد علاقتنا يعني 3 أشهر حبلت من عنده، صرت حامل من عنده. واجهته بالموضوع، قال لي أنا ما إلي دخل، وما علي أنا، وما إلي دخل بالتكاليف، وما لي دخل بكل شي، وتروحين تنزلي يعني صارت فرقة بيناتنا، ابتعدنا. فردت أخوفه، رحت على محامية وقلت لها أنا هيك وضعي وأريد أثبت نسب. فالمحامية حكت وياه بالتليفون وهددته، لأن هو يشتغل بالدولة يعني. هددته. هو يحكي ويا المحامية صار يحكي وياي وأنا أحبك وأريدك وما أعرف شنو، ورجعي للبيت وإحنا نتخابر ونتحاج وما أعرف شنو. قنعني إنه أنا أنزل الطفل. يعني شلون ضحك علي قدام المحامية، قنعني إنه أنا أنزل الطفل. رجعت للبيت، قال لي باكر راح أجيك نروح نفحص ونشوف يعني إذا نقدر ننزله لو لا. ما اعطاني كل وعود، بس أنا أحبه من كثر حبي إله يعني. أنا يعني جيت كل شيء مستعدة أسوي. أي المهم نبقى سوا، يعني إنه أنا أحبه، أنا كل شيء مستعدة أسوي، المهم نبقى سوا. بعدين قنعني، وصلني للبيت. وثاني يوم أخذني للدكتورة، مو للدكتورة حتى، المختبر اللي يتأكد إنه أنا حامل لو لا. وتأكد إنه أنا حامل. حاول يرجع، صار مثل الملاك الصالح، صار يضحك ويسولف ويشاق، وكل يوم عزايم لحد ما استرسل بالموضوع. وقنعني إنه أنا أنزل الطفل، إنه هو ما يتخلى عني. بيوم العملية قلت له أنا راح أنزل الطفل. الجنين صار عمره 1.5 شهرين هيك صار عمره. فهو شاف لي إياه القابلة، مو أنا يعني ما أعرف. شاف لي إياه هو القابل عن طريق أصدقاء، عن طريق معارفه، شاف لي إياه القابلة. رحت عليها أول شي على المركز الصحي تشتغل بيه. فقالت لي أنا ما استقبليش حالات إلا بالبيت. رحنا بيوم الساعة 7. هو لا، ما اجى بيوم التنزيل وهاي كله ما اجى، بس هو يعني وياي على التليفون لحد ما اخلص من السالفة. فرحت عليها للبيت للقابلة، طلبت 1,000,000. يعني ما عندي هذا المبلغ. يعني حاولت وياها وصريت عليها لحد ما نزلت لي 800 ألف. دبرتها من صديقاتي، من البنات اللي أعرفهن، من قرايبنا، دبرته وقلت لهم مطلوبة، ودبرته 800. قالت لي تعالي لي باكر الساعة 7 بالليل. رحت لها للبيت. بيت عادي بس من هذني القديمات. دخلت أني للبيت، بس أني قلبي يرجف يعني، وخايفة لأن أول مرة تصير بي الحالة. وحدي رحت بس عساس صديقتي تيجي تاخذني. بس لما رحت أني، أمي ما تدري، يعني ما أعرف شو يصير بي جوا. جوز أموت جوا إيدها، جوز يصير عندي نزيف وما يلاحقون علي. فأني يعني رايحة ورجلي قدام و10 لي ورا. دكتورة ما تنزل، ما يخلوني أنزل أصلا، ممنوع، قانونيا ممنوع. فرحت أنا يوم اللي دخلت عندها وصار الموضوع، بلجتني. دخلت الساعة 7، صحيت على البنت كانت الساعة 8 ونص هيجي. صحيت يعني بس مو بكامل وعي. لقيت صديقتي موجودة يعني. اعطيناها فلوسها واخذتني مني ودتني للبيت. كل شي ما شفت، يعني هو مجرد لحمة يعني بس صار هناك. يعني أنا ما أدري بالدنيا. وصلت للبيت. بعد ما وصلت للبيت أمي حست أكو شي، فقالت لها صديقتي تخربطت بالطريق.
تخربطت وأخذناها المستشفى وما بيها شي. نمت أني بس أكو وجع، أكو ألم كلش قوي كان. خاطرت بنفسي لأني كنت مثل المنعمية، يعني أنا خاطرت في البداية لأنه أنا اتجرأت ونمت وياه، بس خاطرت والأسوأ يعني خاطرت بحياتي على مود أظني وياه وطعني مرة ثانية، يعني مو بس المرة الأولى، المرة الثانية هم يعني المرة الأولى ضحك علي ونام وياي، والمرة الثانية لا، ضحك علي ونام وياي وبس ضحك علي بالطفل. بس أنا هم مجبورة يعني شو أقول لهم الأهل. شفتها كانت أدوات محطوطة هيك بلجان ستيل، بس يعني كانت مبينة معقمة يعني. هي بيتها كان أول ما تدخل يصير الهول، بعدين غرفة، بالغرفة حاطة سدية والأدوات محطوطة يم الراس، وما أعرف كانت حنفية مثل المغسلة كانت أكو، أدوات كاملة، أدوات كاملة يعني. حتى بس بعد ما طلعت ورحت عليها بعد ما صار عندي الألم والوجع، رجعت للبيت صار عندي نزيف كلش قوي، مغص كلش قوي، أنا عبالي أمر طبيعي. بعدين ثاني يوم، ظل ثاني يوم الساعة 9 بالليل اتصلت بيها، قلت لها يصير عندي هيك، قالت لي تعالي لي الساعة 11 المستشفى. ورديتي أنا بالمستشفى الساعة 11، خفر مالتها الساعة 11 بالليل. رحت لها المستشفى، استقبلتني على أساس إنه أنا مريضة عادية. خلت الدكتورة تفحصني، متفقة هي ويا الدكتورة، ما أعرف مطيتها فلوس ما مطيتها فلوس ما أدري، بس أنا سلمت لها إياه 800. ثاني يوم بس رحت همي عطيتها ورقة. ثاني يوم سلمت لها $100، بس رحت لها المستشفى لأنه طلبت من عندي الدكتورة، ما أعرف هو تخويف لأنه أنا متفقات، تخويف إنه لازم تكون أحد من عائلتي موجود. فطيتها ورقة هي للممرضة نفسها، ما أعرف طيت هي بعد ما سألت الدكتورة عن الموضوع. صار عندي نزيف كلش قوي، صار عندي تمزق، قالت لي صار عندي تمزق بغشاء الرحم. والوضع كان كلش مزري يعني. طبعا أهلي ما يدرون، أنا قلت لها راح أروح يم صديقتي أمي. هذا الحكي هو يوم سمع أني نزلت الطفل وبعد ما اتصل بي، متأكد أني نزلت الطفل بعد ما اتصل، واتصلت بيه بس طلعت من المستشفى نفس اليوم اللي طلعت بيه من المستشفى ما رد علي. يعني شلون عبك كان يضحك علي، ضحك علي بالأول مرة وضحك علي بالمرة الثانية. والنزيف يعني اللي صار عندي خلاني أكره الدنيا كلها، لأنه خلصت يعني أروح للبيت وجهي أصفر كلش يعني بيني وبين الموت شعرة. اي أنا قلت لك إياها من قبل، قلت لك أنا دخلت العملية، دخلت للبيت عبك فايتة مو جهنم، عبك فايتة لأن أنا ما مجربت من قبل. دخلت رجل قدام و10 لي ورا، خايفة وحدي، أنا وحدي، هو سوى اللي سواه وراح وأهلي ما يدرون يعني. فأني فتت عليها، أني مسلمة أمري لله وإلها يعني. ففتت يعني يوم ضربتني الأبرة حسيت قلت يجوز هاي نهايتي، بس بعدين ضربتني أبرة ما حسيت بالوجع أول شي وما حسيت. بس بالليل نفس اليوم بالليل وثاني يوم صدق حسيت روحي بدي تطلع من الألم، وحسيت نفسي وحيدة بهالدنيا، لأن لو أهلي يدرون كان قتلوني، وهو ما يدري الدنيا شكو بيها. والموضوع منتهي بالنسبة له، أخذ لي يريده ووصل نفس لهالمواصيل وتركني. فكانت المشاعر كلش يعني تبكي الحجر.